مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للوضعية الجوية المتوقعة خلال نهار اليوم بحول الله، تحسن تدريجي في الوضعية الجوية سيطر على الجهة الشمالية الغربية للوطن، بينما هذا الاضطراب سيتواصل دائما على الجهة الشمالية الوسطى والشرقية إلى غاية صبيحة الغد بحول الله. بينما هذا الاضطراب خلال الصباحة سيبقى نوعا ما ضعيف نسبيا إلى متوسط الفعالية، يعني كمية الأمطار تتراوح ما بين 15 حتى 20 ملم محليا، عكس الجهة الجنوبية أين الأجواء فيها ستبقى صافية على العموم. درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة ستبقى درجات حرارة منخفضة راجع للاضطراب الجوي، أين لا تفوق 20 درجة بالسواحل الشرقية، تتراوح ما بين 23 حتى 25 بالوسطى، وصولا بالسواحل الغربية للوطن. كأعلى مقياس بالمرتفعات يقدر ب 16 درجة. الجهة الجنوبية أيضا ستعرف نوعا ما انخفاض محسوس في درجات الحرارة، أين سنسجل أعلى مقياس يقدر ب 42 درجة بوسط الصحراء، 40 بأقصى الجنوب، لا تفوق 36 درجة على الجهة الجنوبية الشرقية للوطن. منطقة الواحات ستعرف نوعا ما انخفاض محسوس في درجات الحرارة، أين لا تفوق 28 درجة، 38 بعين قزام أو أقول عفوا تندوف. بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة خلال الأمسية إن شاء الله، كما قلنا الاضطراب الجوي دائما سيتواصل على الجهة الشمالية الشرقية والوسطى إلى غاية صبيحة الغد بحول الله، بينما التحسن التدريجي في الوضعية الجوية سيطرأ على الجهة الشمالية الغربية. بالنسبة للجهة الجنوبية تقريبا نفس الأجواء، أجواء صافية على العموم. درجات الحرارة، بالنسبة لدرجات الحرارة طيلة هذا الأسبوع ستبقى درجات حرارة منخفضة راجع للاضطراب الجوي والكتل الهوائية الباردة المتشكلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، بينما أدنى مقياس أقول يقدر ب6 درجات سنسجلها على بتنا وخنشلة، 8 درجات بالبيض، كذلك نعامة 12 بالعاصمة والمدن القرب من العاصمة، 13 درجة بالسواحل الغربية، إلى أن نسجل 9 درجات فقط على السواحل الغربية للوطن و13 بالسواحل الشرقية، يعني الجهة الشمالية الغربية الوطن ستعرف نوعا ما تراجع في درجات الحرارة، 12 بمنطقة الواحات، 22 بتندوف، 16 ببشار، 22 كذلك سنسجلها على أضرار عين صالح، 29 كأعلى مقياس بعين قزم، إلى أن نسجل 17 درجة بمنطقة الهجر والتسيلي. البحر إن شاء الله سيبقى مضطرب على السواحل الشرقية للوطن خلال الصبيحة، ولكن سيمتد طيلة نهار اليوم على السواحل الشرقية للوطن. البحر سيبقى مضطرب وسرعة الرياح فيه ستفوق أحيانا 40 كيلومتر في الساعة، بينما البحر على السواحل الوسطى والغربية سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب، خاصة مع الظهيرة إن شاء الله، أين سرعة الرياح فيه تتراوح ما بين 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة، وستبقى تحت تيارات شمالية شرقية إلى شمالية غربية على طول الشريط الساحلي. دائما نختمها بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس. الغروب بإذن الله سيكون على الساعة 6:15 دقيقة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.